جدا سالتني ازاي ابقى دكتور في كندا، فالنهارده قررت ان انا اجاوب على السؤال ده، وهقول لكم على 5 طرق ازاي تبقى دكتور في كندا. طبعا عشان تبقى دكتور في كندا في طريقتين. في طريقه ان انت تبقى موجود اوريدي في كندا بتدرس من اول الباتشلرز وصولا ان انت تبقى دكتور، او ان انت تكون internationally educated دكتور مثلا او حاجه زي كده. بس النهارده هكلمكم تحديدا على الطريقه الطبيعيه خالص، الموست كومن او الاكثر اعتياديه، وهو ان انت موجود في كندا مخلص هاي سكول، هتعمل ايه عشان تدخل تبقى دكتور في كندا. قبل بس ما ابدا الفيديو ما تنساش، لو انت اول مره تشوفني، انا حكم من كندا وبتكلم على حاجات كتير ليها علاقه بالحياه والمعيشه والدراسه في كندا. ما تنساش بس تتابعني على الصفحه اللي بتتفرج عليا فيها، سواء على الفيسبوك او على اليوتيوب او على الانستجرام او اي مكان بتشوفني فيه. وندخل على طول في الموضوع بتاعنا. بس خليك عارف حاجه مهمه جدا، ان النتيجه ديت انا مش عايزك تحبط منها، لان هي حاجه انا عارفها من زمان وما بحبش اقولها عشان ما احبطش الناس، لكن هي انت لازم تبقى عارف ان دراسه الطب في كندا من الحاجات اللي هي صعبه بدرجه كبيره جدا جدا جدا. انا اسف ان انا اقول كده، لكن هو نسبه القبول اصلا في الكليه تقريبا 25% من الناس. طب تدخل ازاي بقى وتعمل ايه؟ تعال نتكلم على ال5 حاجات. ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير، ويلا بينا ندخل مع بعض في ال5 حاجات اللي ازاي تبقى دكتور في كندا. اول حاجه خالص، وهي انت محتاج يكون معاك بكالوريوس باتشلرز في اي مجال من المجالات. هو ما فيش اي اشتراطات خالص ان انت يكون باتشلرز في ايه، لكن يفضل ان هو يكون في مجال العلوم، عشان بتبقى اوير بشويه سبجكتس وشويه كورسز بري ريكويزيتس، حاجات زي مثلا حاجات ليها علاقه بالكيمستري، بالبايوكيمستري، بالفيزيكس، بالماثماتكس، بالستاتستكس، حاجات مهمه عشان تقدر تدخل في مجال الطب، تبقى فاهم اوريدي انت ايه اللي بيحصل، يكون التقدير بتاعك يكون كويس فيه، عشان بندخل في تاني مرحله. وازاي بقى ندخل في مرحله الميديكال سكول؟ خلينا كلنا عارفين اللي فات ده كله، انت ما دخلتش كليه طب ولا اي حاجه، انت واحد مخلص بكالوريوس في تخصص عادي جدا ملوش علاقه بدراسه الطب. وندخل منه على تاني مرحله، وهي ان انت تدخل بقى الميديكال سكول. ازاي تدخل ميديكال سكول؟ كندا فيها حوالي 17 جامعه متخصصه ان انت تقدر تطلع منها في تبقى تكمل منها المجال التعليم بتاعك في مجال الميديكال سكول. طبعا ال 17 جامعه دول عشان تدخلهم محتاج كذا حاجه. اول حاجه خالص الخطوه اللي فاتت اللي احنا اتكلمنا عليها، الباتشلرز اللي احنا اتكلمنا عليه. طبعا زي ما بقول لك 25% نسبه القبول، فلازم ما تبقاش جاي واحد رايح يجيب لهم مقبول، لازم تكون تقديرك عالي جدا. بيراجعوا بقى البيرسونال ستيتمنت بتاعتك، ليه انا عايز ابقى دكتور، ايه تاني حاجه التقدير بتاعك، وتالت حاجه وهي حاجه اسمها الام كات. الامتحان بتاع الام كات ده اللي هو امتحان كبير، يعني من الامتحانات المهمه قبل ما تدخل كليه الطب. بعد ما بتدخل الحاجات ديت بيبقى انت عندك كليه الطب بقى حضرتك 4 سنين. في سنتين الاولانيين بتدرس فيهم حاجات ليها علاقه بالبيولوجي، حاجات ليها علاقه الجنرال اللي هي الحاجات الاساسيه التعليميه الاساسيه في كليه الطب. وتاني 4 سنين بتدخل بقى بتعلم حاجات في السيرجري، بيدياتريكس، حاجات بقى التخصصيه اكتر. فانت كده عندك 4 سنين كليه طب، وكان عندك قبلها 4 سنين برضو باتشلرز. بعد ما تخلص كليه طب بتطلع معاك حاجه اسمها ام دي او دكتور اوف ميديسن. دي بتطلعها لك من الكليه، بيبقى دي شهاده، دي ما بتخلكش دكتور. انت عارف انت كده زي معاك بكالوريوس طب مثلا، او ما اعرفش في مصر اسمه ايه، بس هو يعني انت معاك انت معاك شهاده ان انت خلصت كليه الطب، بس مش شهاده تسمح لك ان انت تقدر تشتغل بيها. بعد كده بندخل على خطوة رقم 3، وهو ان انت بتدخل اول حاجة بقى جدية. بعد يعني انت شوف كل اللي فات ده كان جدي وطبعا وحاجة كبيرة، لكن بتدخل على اول حاجة من الامتحانات بتاعة الكواليفيكيشنز، وهو امتحان اسمه MCCQE 1 او الميديكال كندا كونسل كواليفاينج اكزام رقم 1. وهو ده اول امتحان من الامتحانات اللي انت بتدرسها او بتعديها عشان تبقى دكتور. وده في زي ما قلنا في واحد، فانت كده في 2. فاول واحد ده بيخليك يحكم عليك بقى ازاي ان انت بتقدر تعمل جادجمنتس كويسه ولا لا. امتحان طبعا صعب جدا وما هواش سهل ولا حاجه، يعني طبعا اتنين يعني اغلس منه، لكن امتحان كبير بتقدر ان انت بتقدم عليه خلال 15 شهر تقريبا من ساعه ما بتكون اتخرجت، او سوري اخر 15 شهر ليك في الكليه تقدر تقدم عليه، وتقدر لسه سنه تقريبا بعد التخرج بتاعك ان انت تاخده. وهو ده مهم جدا لو انت عايز تشتغل بقى في المجال الطبي وفي كندا هنا، فلازم تبقى خدت الامتحان ده. بعد ما بتعدي الامتحان ال MCCQE 1 ده او اللي هو الميديكال كندا كونسل كواليفاينج اكزام رقم 1 ده، محتاج انت كده بتبقى لايسنس دكتور. بس عشان تبقى تقدر تشتغل في كاندبندنت دكتور وحاجه زي كده، فانت محتاج ان انت تدخل حاجه اسمها الريزيدنسي. الريزيدنسي دي نقطه مهمه جدا، اللي هي الفتره بتاعت الزماله اللي احنا الناس بتعملها في مصر، او مش الزماله، اللي انت بتبقى بتشتغل في مستشفى او بتشتغل في حاجه لمده معينه. هنا في كندا دي مهمه جدا جدا، بتقدم فيها عن طريق بورتال معين. البورتال ده بيماتش الكواليفيكيشنز بتاعتك، ولو انت قابلينك في تخصص معين انت بتبقى تقول يعني عايز اتخصص
في المجال المعين، في العيون، في الانف، في وات ايفر التخصص اللي انت عايز تدرسه، بيماتشيو مع الجهه المختصه وبتعمل لك انترفيو عشان تروح. طبعا الزماله دي مدتها تقريبا من سنتين، او الريزدنسي مدتها من سنتين الى 3، عشان تقدر ان انت تبقى اندبندنت دكتور. فزي ما انتوا شفتوا كده، الموضوع موضوع ما هواش حاجه سهله. بتاخد 4 سنين في الاول الى تخلص الباتشلرز، و4 سنين بتخلص الميديكال سكول، وتاخد سنتين تقريبا بتعمل الزمالة، وبعدين سنة ولا سوري اللي هي الريزدنسي، وبعدين بتمتحن امتحان اللي هو الام سي كيو اي رقم 2 لو انت عايز. بتاخد لك مثلا، ممكن تعمل لك عشان تبقى دكتور بتمارس المهنة، ممكن تخش لك مثلا في حوالي 8 او 10، 8 ايه، تخش لك في 10 او اكتر سنوات عشان تبقى موجود في المجال. فدي نقطة طبعا مهمة جدا جدا، انت عايز تعمل الموضوع ده ولا لا. مش هنتكلم النهارده على المرتبات بتاعت الدكاترة، طبعا مرتبات الدكاترة كويسة جدا، لكن هي مرتبطة بشكل كبير بالشورتج الموجود، فعشان كده المرتبات عالية. هنتكلم عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله، تابعوني الفيديوهات الجاية. هكلمكم على مرتبات الدكاترة، وهكلمكم على النقطة التانية، وهي لو انت بقى راجل ويل educated، او انت مش ويل educated سوري، لو انت اوريدي معاك بكالوريوس طب او حاجة من دولة تانية، ازاي تيجي تقدر تعادل الشهادة بتاعتك عشان تبقى دكتور هنا في كندا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو حد عنده اي اسئله ممكن يسيبها لي، وهكلم اصحابنا الدكاتره اللي موجودين هنا يمكن يردوا على الاسئله ديت ويجاوبوكم عليها. نشوفكم على خير ان شاء الله. ما تنساش بس تعمل لايك وشير ومنشن لاصحابك، وتعمل فولو اب ليا في اي مكان بتشوفني فيه. شكرا جزيلا مره تانية يا جماعه ليكم، اشوفكم على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم حكم من كندا.